لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. موضوع لا يجوز لي كخطيب جمعة ولا لوزارة أوقاف ولا لدولة ولا لأب ولا لمصلح أن يتغافل عنه، وهو موضوع صعود التافهين وموضوع التفاهة والسفاهة والتسطيح والاستهبال واستحقار فهم الناس واستحمار عزكم الله الفهوم. هذا موضوع أصبح الآن موضوع الساعة، وهو موضوع صعود التافهين واتخاذهم قدوات وتتبع الناس لحياة هؤلاء التافهين. قد قال الله تعالى قديما عن المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من زمن يعتلي به التافه السدة، ويكونون هم من يقود الناس سياسة واقتصادا وعلما وفنا وغيره. موضوع التفاهة، لسنا نحن المسلمون وحدنا من نعاني من صعود التافهين ومن طرح التافه، فن تافه، أداء تافه، لا جودة، تسطيح، لا حيوية، لا فكر، لا نقد. فعلو هؤلاء التافهين يحتاج إلى وقفة. المشكلة ليست في التافهين وحدهم، وإنما المشكلة في ألوف المتابعين لهؤلاء التافهين. لك أن تتصور أن مغني واحد يغني أغنية واحدة في أسبوع واحد 7 مليون مشاهدة، ولك أن تتصور خطيب جمعة يقعد أسبوع يحضر خطبة المشاهدة 100 أو 200. لك أن تتصور أن الدولة أحيانا هي من تدعم هؤلاء التافهين بتجهيز الحفلات وإظهارهم وإبرازهم للناس. إنها مشكلة حقيقية، وهي مشكلة التفاهة والسفاهة والتسطيح وعدم الجودة في كل شيء. الرجل التافه أو المرأة التافهة أو صناعة التفاهة أو السطحية أو الخلو من الطعم أو الأهمية أو الخلو من الشأن أو الجدوى أو انحطاط قواعد الأداء أو الرداءة أو تدهور الجودة أو غياب الأداء الرفيع والجودة أو تهميش نظام القيم وبروز الأدوار المنحطة وإبعاد الكفاءات، وتخلو الساحة لهؤلاء وتبعد التحديات ويبعد العلم الجاد والفكر العميق، فتستبد هنالك هذه شريحة كاملة من التافهين الجاهلين المنتسبين للفن أحيانا وللعلم أحيانا والاقتصاد أحيانا وللسياسة أحيانا وللاجتماع أحيانا، فيظهر التسطيح وتتشابه الشخصيات ويغيب العقل النقدي ويظهر العقل الجمعي ويظهر الفن الرخيص ويظهر هؤلاء التافهين على السطح كأنهم قدوات. هذه المصيبة أن يتحول هؤلاء التافهون إلى قدوات، فالناس تقتدي بهم بحركاتهم وكلماتهم وسكناتهم، وتتسلل الناس إلى متابعة أخبارهم وأحداثهم. لسنا وحدنا في العالم الإسلامي من يعاني من التافهين، حتى عقلاء أوروبا كتبوا في التافهين. كتب الدكتور الكندي آلان دونو كتابه الثري بالمعلومات، وهو كتاب أحدث ضجة سنة 2017 سماه نظام التفاهة. هذا كتاب قرأته كامل، ترجمة الدكتورة مشاعل الهاجري أستاذة في القانون الخاص في جامعة الكويت، وكانت ترجمة رائعة في الحقيقة، أضفت عليه كثير من المعلومات. لما كتب الدكتور الكندي آلان دونو كتابه عالم التفاهة ونظام التفاهة، تطرق للتفاهة في كل شيء: تفاهة في عالم السياسة، تفاهة في عالم الاقتصاد، غياب الجودة، غياب العقل، غياب الفكر، تفاهة حتى في الإعلام، تفاهة في كل شيء. هذا عالم جديد نعيشه اليوم. غاب المفكرون، غاب العقل. لك أنت نفسك قارن ما بين مفكرين في الستينات ومفكرين الآن، قارن ما بين فنان في الستينات وفنان الآن، قارن ما بين فيلم يعرض في الستينات وفيلم يعرض الآن، قارن ما بين كلمات أغنية، أنا أتكلم جانب آخر الآن مو جانب ديني، قارن ما بين أغنية تغنى في الستينات وكلماتها المنتقى، وقارن ما بين الأغاني الآن. من الطبيعي هذه تفاهة، أصبح تسطيح، أصبح شيء لا جودة، لا معنى له، لا فهم، لا أداء. هذا كله عالم جديد طفى على السطح. فكتب كتاب سماه نظام التفاهة، أحدث ضجة. هو طبعا خريج باريس ورجل غربي ويعتبر فيلسوف كندي، وترجم الكتاب حديثا السنة الماضية، فأحدث ضجة هذا الكتاب بما قال. وكتب الدكتور ميلان كونديرا فرنسي من أصل تشيكي كتابا سماه حفلة التفاهة، أن العالم الآن متجه إلى ما يسمى بالرأسمالية الجشعة، وهو مجرد الحصول على المال لأجل المال، وفي سبيل الحصول على المال لا بد من دعم هؤلاء التافهين ليروجوا لنا ما نريد.